السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله يعني مش عارفة، اترددت كتير ان انا اعمل الفيديو ده، وبعدين قلت لا خلاص انا هنزله، لان في رسالة كنت عايزاها توصل يعني. وقبل ما توصل لأي حد بيسمعني كنت عايزاها برضو تتسجل لي أنا، عشان لو مثلا في أي وقت نسيت لا أفتكر. فزي ما انتوا شايفين كده الفيديو بيتكلم عن نفسه. المطبخ بتاعي يعني كنت معلقاه وكده وراح واقع. مش الفكرة في ان المطبخ وقع او ان الحاجة اللي فيه اتكسرت او كده، مش مهم يعني، ده انا اصلا مش زعلانة عليه ولا اي حاجة، لا. آم، اللي انا عايزة اقوله ان انا المطبخ ده وقع والله العظيم. يعني فرق بين دخولي المطبخ اصلا زي ما انتوا شايفين كده، وقع نزل على الحوض كسره، اصلا مش مهم. بس هو يعني وقع نزل على الحوض كسره، وانا كنت هبقى واقفه بقى ايه على الحوض هنا كده، كنت هبقى بشطب بقى. انتوا عارفين بالليل في اخر اليوم كده الواحد بيشطب اي حاجه في الحوض وكده ويظبط الدنيا يعني. فانا دخلت المطبخ وخرجت ما كملتش 3 دقايق، وكنت داخله تاني ان انا هكمل بقى اشطب المطبخ ونضف يعني وكده. وبعدين سمعت الهبدة القوية اللي في المطبخ، المطبخ وقع نزل على الحوض كده. يعني انا كنت هبقى واقفة مكان يعني مكان الحوض كده ما وقع، كنت انا بقى هبقى واقفة ما كملش لحظات. يعني انا اصلا ما كملش 3 دقايق مسافة ما خرجت ونزل مرة واحدة. يعني ما كانش فيه، ما نزلش على مراحل او مثلا خد وقت وهو بيقع، لا ده وقع مرة واحدة اتهبد على الحوض، سبحان الله. والله مش زعلانه على اي حاجه اتكسرت فيه او اي بهدله هو عملها او كده، لا. يعني انا ده درس اتعلمته بصراحه، و ورساله انا حاساها من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان انا كنت في الوقت دوت بالذات. واصلا يعني وقع كده بقاله كتير، يعني بقاله اكتر من شهر الموضوع ده حصل وعدى، بس انا حبيت ان انا اسجله. الرساله بقى ايه؟ ان هو قبل ما يقع انا كنت استغفر الله العظيم يا رب، يعني ربنا يسامحني على التفكير دوت. ان انا كان في دعاء كنت بدعي بيه ربنا كتير، يعني كان في دعاء انا طالباه من ربنا كتير وكان نفسي ان هو يتحقق وما كانش حصل. فجي عليا وقت استغفر الله العظيم يا رب، يعني الحمد لله ما طولتش في التفكير دوت، اللي هو ليه؟ يعني انا ليه؟ انا يعني انا مش حاسه اني بعمل حاجه غلط، ومثلا بدعي ربنا بحاجه انا نفسي فيها واحيانا كتير ممكن حد يكون مثلا يحصل له الوقت ده، يعني ان مثلا يبقى في وقت صعب ويدعي او اي حاجه والحاجه دي ما تحصلش، في يعني يحس ان هو استغفر الله العظيم يا رب. فايه، حسيت ان دي رسالة من ربنا، ان كان ممكن يحصل لي الأسوأ. يعني كان ممكن يحصل لي الأسوأ، وان الدعاء مش لازم يتحقق بان مثلا حاجة انا بطلبها تحصل لي او كده، لا، ممكن يرد قضاء. تكون مثلا حاجة وحشة جامد كانت هتحصل معايا، زي ان مثلا المطبخ ده يقع او اي حاجة تحصل لي، ممكن ابقى انا اصلا مش شايفاها. يعني ممكن تبقى اي حاجة، ابقى مثلا واحد ماشي في الشارع يحصل له اي حاجة وحشة لا قدر الله او كده، فان هو بيدعي ده ربنا بيشيل له الدعاء دوت، يا اما في الاخرة ان هو يتجازى بيه، او في الدنيا يحوش عنه مصيبة كانت هتحصل معاه. فمش زعلانة اصلا يعني على المطبخ كله باللي فيه، لا، انا الفكرة ان انا اصلا نزلت الفيديو دوت ان الواحد لما يدعي ربنا ما يزعلش لو الحاجة اللي هو بيطلبها ديت مثلا ما تحققتش على طول او كده. ولا نقنط من رحمة ربنا، ونستمر في الدعاء وفي الطلب والرجاء من ربنا سبحانه وتعالى. بس هي دي الفكرة اللي كنت عايزة بس أوصلها يعني.